من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته وطلب رضاه، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال خالقنا من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ستكون خطبتنا إن شاء الله تبارك وتعالى توسعة لما ذكره دكتورنا الفاضل هاني البنا حفظه الله تعالى ومجده في عافية، وحيث كان الصوت تقريبا غير مسموع للإخوة بسبب ما تعرفون من تقدم سنه وضعف صحته، فقلنا هذه الخطبة مراجعة وتوسعة إن شاء الله تبارك وتعالى لما أراد أن يحدثكم به. لكن الخطبة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة المسجد، بصوت واضح جدا لمن أحب أن يسمعها. إخواني، كما تعلمون جميعا وتعلمنا جمعوات، فإن القرآن الكريم كتاب هداية بالدرجة الأولى. قال عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكل ما يعين على الهداية ساقه القرآن الكريم موجها له ليهتدي به الناس. القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بمفهوم التأريخ، إنما ذكر التاريخ في القرآن الكريم، بل علماء الإحصاء يقولون ثلث آيات القرآن تتحدث عن التاريخ، لكن من اعتبار الهداية، باعتبار أخذ الدرس، باعتبار الاستفادة مما جرى للأمم السابقين. ولذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهذا كان تساؤل الدكتور: لما تفاعلوا مع القرآن الكريم؟ لما أثر فيهم؟ لما لما سمعوا نداء بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه ضجة في المدينة؟ لأنهم شعروا وتعلموا واستفادوا من هذا الكتاب أنه هو الذي أحياهم بعد موات،
والذي نقلهم من أمة متشرذمة لا قيمة لها في دنيا التاريخ إلى خير أمة أخرجت للناس. فأنت لما تنظر لهذا الكتاب وتعلم أنه هو سبب وجودك الحضاري ووجودك الفعلي على واقع الأرض كما يقال، وسبب نهضتك وتخلقك بهذا الأخلاق، بلا شك لما تسمع تذكاره وآياته المذكرة فبلا شك سيحدث فيك الأثر العجيب. هكذا تعامل الصحابة الكرام مع هذا الكتاب، لم يتعامل معه على أنه كتاب قرئ مرة أو يقرأ في رمضان وانتهينا، لا، هو بطبيعته مثاني، فنحن نسميه في الصلوات الفرائض والنوافل، وكم يساق القرآن الكريم في إقرار الأحكام وبناء الأسر ونزع الخصومات واجتماع الإخوة والأحبة وعقد الألوية وبث الجيوش. كل هذا القرآن الكريم يتفاعل فيه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بركة الحبشية أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وهي من عوام الصحابيات، هي لم تكن من الفقيهات أو العالمين، يعني عوام الصحابيات، هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكت البكاء المر لانقطاع الوحي، وكأنها تقول: كنا نعيش ببركة السماء وبتواصل الأرض مع السماء وبالوحي الذي يغدونا صباح مساء. فلذلك أثر فيها هذا المعنى، وأثر بالصديق والفاروق، فبكيا رضوان الله تعالى عليهما وعلى أصحاب رسول الله أجمعين. فإذا هذا القرآن يا أحبتي ساق التاريخ للاعتبار، ساق التاريخ ليتعلم الدرس، لأنه كما يقال أعظم معلم هو التاريخ، وأعظم درس في التاريخ أن الناس لا يتعلمون منه الدرس. أعظم درس في التاريخ الناس يكررون الأخطاء نفسها ويعيدون كما يقال ما كان في السابقين. لذلك القرآن الكريم لما حدثنا أحداث الأمم السابقة ما أتى لك بالأمم القريبة منه، أتى لك بعمق التاريخ من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى، يقول لك القصة واحدة والرواية واحدة، لكنها تتمظهر بمظاهر مختلفة حسب البيئة والمكان. هذا القرآن الكريم يا أحبتي نقل الصحابة نقلة نوعية، وعلمهم كيف تبنى الحضارات وكيف تزول الحضارات، لأن البعض وفي أيامنا هذه معايير بناء المجتمع عندهم بعيدة كل البعد عن المنهج القرآني، مع أن القرآن الكريم يتحدث سننيا. معنى سنية يعني هذه قوانين ربانية لا تتخلف، ومعنى ذلك حين تفهم عن الله عز وجل وتتمسك بالقرآن تعلم يقينا متى نهضت الأمة وما هي الأسباب التي نهضت فيها، وإذا تخلفت الأمة وتراجعت تعلم يقينا أن هذه هي العوامل التي حدثنا عنها القرآن الكريم، لذلك صرنا إلى ما صرنا إليه. بمعنى خريطة طريق النجاح أمامك وطريق الفشل معهود لديك، وتعرف كيف تسد غيره، تعرف شره ولا تمشي فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الناس يقع. هذا الكتاب بهذا المعنى يا إخواني ينبغي أن يكون ورد المؤمنين صباح مساء، يجب أن يكون حلق تدارس المؤمنين لنعيد لهذه الأمة ما أراده الله عز وجل لها من الرفعة والمكانة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقائل أن يقول يا أخي حتى متى؟ هناك دول ما حققت شيئا مما يطلب القرآن، هي حضارية. لا، هنا نختلف معك أخي الكريم أختي الكريمة بمفهوم ما هي الحضارة. هي الحضارة جدران وعمران وطرقات؟ ها هي الآيات التي تلوناها عليكم تتحدث عن أمم لم يخلق مثلها في البلاد، هذا نص القرآن. إرم ذات العماد وعاد وثمود وفرعون. طيب هل القرآن كان اعتبر حضارتهم أم كانت
سبب هلاكهم وطغيانهم وقتل الإنسان فيهم. تابعوا يا إخواني، لا نريد حضارة تبني الجدران وتدوس كرامة الإنسان، لا نريد. والله لو عشنا في خيمة، لكن الإنسان عزيز مكرم مقدر، هذا خير له من ملء الأرض جدرانا وعمرانا. هنا تكمن حقيقة الحضارة القرآنية. لذلك الصحابة الكرام كانت بوصلتهم واضحة. لما الصحابي هذا ربعي ابن عامر لما لقي جيش الفرس بقيادة رستم قال: ما الذي أخرجكم؟ كل سياق كلام لا يتعلق عن الجدران والعمران إلى آخر ما هنالك. قال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كيف ضيق الدنيا؟ هؤلاء لهم قصورهم في المدائن، حضارة الفرس. أي لا، هو يفهم هذا الصحابي أن السعادة الحقيقية لا تكمن في المادة. المادة تسخر لسعادة الروح. فقال له: جئنا نخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان بعد أن تلاعبت فيها الأيادي والتحريفات إلى عدل الإسلام. رؤية الصحابي هذا يعتبر أعرابي، ومع ذلك الرؤية عنده واضحة. لذلك الصحابة ما ضلوا الطريق وما تاهوا وما وعدوا الناس بأننا سنفتح لكم مؤسسات اجتماعية وزيادة في الرواتب مقابل للأسف الدوس على كرامتكم باسم الطوارئ، الظروف الصعبة، الحالات الطارئة. هذا ما كان موجود في الصحابة. أولا الإنسان، الرسل جاءوا لتحرير الإنسان، لإعادة صورته كما أرادها الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا القرآن يحدثنا ويقول لنا كل أمة كان فيها حضارة، وكل حضارة أسلمت لمن بعدها، لكن ما ميز الأمة الإسلامية أو ما يميز حضارة عن حضارة هو عمق الأساس وقوة التأثير والقدرة على الاستمرار. هنا قوة الحضارة. في حضارات ما نسمع بها، نقرأ فيها في التاريخ يعني فقط، وبعض الناس ربما يشكك في تاريخيتها وجدت أم لا. أما حضارة قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موجهها الوحي والكتاب المبين، ما زالت مع ما مرت فيه من حالات الضعف مستمرة وموعودة بإذن الله تبارك وتعالى إلى عودة حميدة إن هي اتخذت من سنن النهوض سبيلا للنهوض، وليس التخاريف والأماني والجلوس على موائد هؤلاء القصاصين يحدثونك في الغيبيات لثلاثة أرباعها كاذب. الأرقام تتكلم والإعجاز. سيبكم من هذا كله يا إخوان. يعني أعجب بعض الناس يضيع نص عمره على إعجازات رقمية وتأويلات غريبة عجيبة، والقرآن أوضح من واضح. يعني يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يطلب منك الوضوح، تغيير ما في نفسك سواء على صعيد التوحيد أو الأخلاق أو العمل الصالح. انتهى الموضوع، ما يحتاج فلسفة وفلسفة كبيرة. لا، يطلب كل هذا واضح، بدخلك بأتون وأنفاق والله أنت تسمعه بعد 5 دقائق لا تفهم ماذا يقول. إيش السبب؟ ما الفائدة من كل هذا الكلام؟ وهي الوقائع تثبت كل هذه التناقضات. دعكم من هذا يا إخوان. لذلك دارسو الحضارة الإسلامية ذكروا جملة من الخصائص التي تميزت بها عن غيرها وسواها. هناك كتاب أنصح بقراءته للجميع، سهل وميسور وجميل، اسمه من رواية حضارتنا للعلامة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى. يعني لعله هذه الخطبة تلخيص الكتاب كله. يذكر أنه من خصائص حضارتنا الإسلامية أنها أقامت الدنيا على الدين. معنى هذا الكلام يعني أقامت حضارتها الدنيوية على توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا فكها من جميع أغلال العبودية، بدءا من عبادة البشر ومن عبادة المادة والشهوات. فكان رائد هذه الحضارة أن يكون الإنسان سيدا في هذا الكون مهما على قدره أو انحطت قيمته. في النهاية أنت مكرم بتكريم الله عز وجل لك. فجاءت الحضارة الإسلامية وهي الوحيدة، تراها يا إخواني، الوحيدة التي أعلنت وأعلت من شأن التوحيد إلى منتهى. يعني في
الحضارة الوحيدة التي لم تتلوث بعد إزالة الشرك هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول عليه السلام: ما الشرك أخشى عليكم، ما أخاف عليكم الشرك. الرؤيا صارت واضحة، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها، يعني من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. طيب لقاء يقول: ما علاقة التوحيد والإيمانيات؟ وتدخلت الآن بغيبيات في موضوع الحضارة. ما هنا الجماعة لا يؤمنون لا برب ولا بدين وها هي الحضارة. لا، أذكرك فيما قلته في الأول عن تعريف مفهوم الحضارة. جيد؟ لا أريد أن نسيء لأحد، لكن واضح أن الإنسان المتحضر يسمى العالم الأول بعده لم يكتشف نفسه، ما زال أسير الشهوات والماديات. لكن لأننا فقدنا دورنا صرنا كالأم الثكلى التي فقدت وليدها فتبحث عن أي خبر. نقول عندهم شيء، لا، نسينا ماضي هذه الأمة الذي يفوق بمراحل على الصعيد الحضاري ما نحن فيه في أوج هذا التقدم، وسأشرح بما يسمح به الوقت. إخواتي، تعرفون ما معنى توحيد الله عز وجل؟ ليس مسألة غيبية أبدا. توحيد الله يتمظهر من بداية إيمانك به. كيف؟ تؤمن أنه ما في عليك رب أو سلطان إلا رب العالمين، وأنه أكبر ملك وأكبر سلطان. إذا كان يدعي الإنسان حين يخالف، المخالفة واضحة لديه، والتلاعب بالأخلاقيات واضح لديه، لأنك أنت وهو تؤمنون بالله الواحد أحد، المصدر الأوحد الذي أعطاك التشريع الأوحد، الذي أعطاك الكتاب الأوحد، يعني كمصدر ومرجع، والنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. فإذا المصادر واضحة. يأتي بعض الطواغيت يريد أن يلعب عليه، الأمور واضحة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أين تذهب هذه الآية؟ والله في ظروف، لا، القرآن ما أعطاك استثناءات الظروف. ولو قام أكبر مفتي في العالم يفتي له فتواه لا تساوي فلسا، لأنه يخالف صريح القرآن. وهذه أكبر قضية، أنك كمسلم بحدك الأدنى، أنا أتكلم عن العلماء، تفهم هذا الكتاب وتفهم أين يتلاعب به. لذلك لا تنطلي هذه الحيل على الزمان والتاريخ، تذهب إلى مزابل التاريخ. هؤلاء الذين جاروا الحكام في طغيان ما حد يسمع بهم. يعني أنتم يا أخوان تصدقون إن كان مفتي بعض الدول المستعمرة مثل ليبيا يفتي أن عمر المختار من المفسدين في الأرض؟ مفتي الاستعمار الإيطالي كان يفتي أن عمر المختار الذي يحرر بلده من طغيان الفاشية من المفسدين في الأرض؟ يعني كل آن يصدق الكلام؟ وجد في التاريخ من قال هذا الكلام، لكن أين ذهب؟ من هو الذي قال؟ ما نعرف اسمه أصلا، لأن كلامه لا قيمة له أداء أمامه بوحي القرآن الكريم. إذا توحيد الله عز وجل يا إخواني وحد هذه الأمة على حقيقة واحدة: أن لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا محيي إلا الله، لا ضار إلا الله، لا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. فمهما تقلبت الأحوال الأمر مرجعه كله لله، ويد الله هي العليا وهي القابضة وهي الباسطة، وهو الذي سبحانه وتعالى لو أراد شيئا كل الدنيا لو اجتمعت لن تمنع نفاذ أمره أو منع أقداره سبحانه وتعالى. هذا اليقين في قلبي. والله لو الدنيا خربت فوق رأسي، تعلم فوق هذا الخراب في رب شاهد على كل ما جرى. لذلك القرآن الكريم يحدثنا قصة أصحاب الأخدود ويقول لنا بوضوح العبارة: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تعرفون ماذا تقول هذه الآية؟ تقول أن هؤلاء الأولياء الذين قتلوا لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، لا تظنوا أن هذا الفعل ذهب وأن ما في حسيب ولا رقيب عليهم، إنما جرى ما جرى تحت عين الله سبحانه وتعالى. جرى ما جرى، والله مالك السماوات والأرض، لو أراد أن يمنعه لمنعه. لكن هناك في ترقيات لهؤلاء الشهداء، وفي هؤلاء أيضا هؤلاء الجبابرة لهم حساب، وشهداء هذه المجزرة سيكونون عليهم بدمائهم شهداء. الذي له ملك السماء الله على كل شيء شهيد، والله قبل هؤلاء وبعدهم وأثناءهم، الله هو الشهيد وكفى بالله شهيد. إذا ليش تخاف؟ هذا اليقين يا إخواني اللي حمل الصحابة أنه ماذا سيجد؟ سلموا يا مرحبا بالموت في سبيله.
سنفقر، ما في مانع، الصبر كله له حسابه يوم القيامة. هذه المفاهيم يا اخواني ترى ما موجودة عند الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. ممكن ينتحر لكن ما يعني يفكر في حاله، يرى في الانتحار سبيلا ولا يرى بالإيمان بالله عز وجل وهو السبيل ألف سبيل، ما يرى فيه سبيل. فإذا هذه الحضارة قامت على توحيد الله عز وجل، لذلك تحرر الضعف من العبادة. يا إخواني المستعبدين صاروا سادة. عمر يتكلم يقول له والله لو شططت لقومناك بهذا. مين يجرؤ يقول هذا الكلام أمام خليفة المسلمين؟ الذي يقوله عبد المؤمن لا نعرف اسمه، لكن التوحيد حررهم للخوف. لكن تبقى يا إخواني ترون الآن وضع مشترين. المشكلة ليس في المبدأ، في إيماننا بالمبدأ، هل ما زلنا مؤمنون حق الإيمان بهذا التوحيد؟ هنا الإشكال. ثانيا يا إخواني، هذه الحضارة الإسلامية قامت على وحدة النوع الإنساني، يعني ما في طبقية، ما في تعالي. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمحت جميع الفوارق إلا ما كان متعلقا بعلاقتك مع الله عز وجل، وهذا ربنا هو المطلع عليه. التقوى، والتقوى ها هنا. فلا تستطيع أن تدعي حتى تقواك على أخيك، ولا تزكوا أنفسك، هو أعلم بمن اتقى. بل على العكس تماما، ما نعرفه من أدبيات التزكية أن من زكى نفسه سقط من عين الله عز وجل، والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عمله. المسألة خطيرة يا إخواني. طيب هذه الوحدة في النوع الإنساني ماذا تفيد؟ تفيد الجميع أمام الحقوق والواجبات متساويين. أنه بإمكان أصغر واحد أن يطالب في حقه غير خائف ولا متعتع. والنبي كان يقول: لا بارك الله في أمة لا ينتصر فيها للضعيف، ولا يأخذ الضعيف حقه بلا خوف ولا وجل. وكان يقول عليه السلام: سيروا بسير أضعافكم وهل تنصرون إلا بضعفائكم. تخيل هذا المبدأ، من ضعيف أصلا إنسانيته ملغاة. على طريق من أنتم؟ شو من أنتم؟ أنا وأنت أولاد آدم. أنت ولدت من بطن أمك بعد 9 أشهر، وكذلك أنا. إيش فرق بيني وبينك أنت؟ فهمني في الحقوق والواجبات. لما تعيش أنت وأموت أنا؟ لما تغنى أنت وأفقر أنا بسبب زواجك وشهواتك؟ هذه الوحدة الإنسانية يا إخواني هي التي جعلت الأمة الإسلامية تفخر بعباقرتها من جميع الأجناس. حدثكم الدكتور، أنا فقط أذكر أنه واضع قواعد اللغة العربية سيبويه، لم يكن عربيا. أبو حنيفة إمام الأئمة من كابل فارس، النعمان بن ثابت الكوفي، ولد في الكوفة لكن أصله من كابل. نسمع بالكندي، بالفارابي، ابن سينا، ليسوا عربا. ابن مالك أعظم ألفية في اللغة العربية بعد كتاب النحو لابن مالك الأندلسي، محمد بن مالك الأندلسي من الأندلس. وعندنا الإمام مالك عربي، الشافعي، مطلبي، أهلا وسهلا بالجميع، نبقى بجميع علمائنا. فقط خذوا كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، لن تجدوا أي أثار أو أثر من تقسيم العلماء إنه عربي وغير عربي، ما موجود. ما موجود، بالعكس العرب تعلموا على الأعاجم في فترات. بل في زمن المنصور كان يعجب أشد العجب أن علماء الأمة الإسلامية جلهم من الموالد. حتى غضب، قال: أين الأحرار؟ معروف الدولة العباسية كان لها نزعة عروبية نوعا ما. أين الأحرار؟ فقيل له إبراهيم النخعي، قال لك: ها طلع لنا واحد. تخيل. فلما تقرأ أخي الكريم أن جملة كبيرة من رواة الحديث هم موالي. عكرمة مولى ابن عباس، الحسن البصري مولى، ابن سيرين مولى، نافع مولى ابن عمر. ما المعنى؟ العلم للجميع. أنت إنسان لك الحق في كل ما يحتاجه الإنسان. ما في إنسان كم قال بسمنة وإنسان بزيت، لا، الكل سواسي. فهذه الحضارة الإسلامية قامت على هذا المبدأ. طبعا انتبهوا يا إخواني أنه البعض يريد أيضا يقول لك: شوف في فترات من التاريخ كيف تحكم هؤلاء واستعبدوا. نقول دائما، نعود مرة ثانية نقول: أي خلل في مسيرة الحضارة الإسلامية لم يكن بسبب المبادئ والقيم، إنما كان بسبب تخلينا عن هذه المبادئ والقيم. يعني الأمة الإسلامية لما تخلت عن دينها رب العالمين وضعها في أسفل السافلين.
ولما خرج العلم من مساجدها في بغداد وقرطبة وغرناطة والشام ومصر، خرج أكابر العلماء من أبواب المساجد وصدروا علم الخارج. أين درسوا؟ خرجوا زيارة، أين درسوا؟ درسوا في محراب الدين، درسوا العلم في محراب الدين، في محراب الصلاة. لذلك هذه الأمة فهمت مبكرا أنه هذه العزة بسبب هذا الدين الذي حفزها. يا إخوان، إذا كانت لكم أكثر من 1000 آية تتحدث عن العوالم الكونية، عن النظر والتفكر والسير والبحث والتنقيب. يعني أنت ماذا تريد أكثر من خطاب رب العالمين لك يقول لك أنا قادر أعطيك المعلومة جاي، لكن أريدك أن تبحث لتعرف متعة العلم. وأنا أنزلت لك أول كلمة اقرأ، وطلبت منك أن تؤمن بي بالعلم، لا أريدك مقلدا ببغائية. فاعلم أنه لا ما تريد أكثر من ذلك. إذا ليس الإشكالية في قيم المبادئ. يعني أنا ما ذكرت لأحد الأخوة حتى نفهم أنه الإلحاد بمبادئه لا يخرج قيمة أخلاقية، يخرج عدمية، جنونا، انتحارا عقليا. طيب ممكن لأحدكم يقول يا أخي هذا فلان ملحد لا يؤمن بالله لكن أخلاقي جدا. لا، ابحث عن أسباب أخرى غير مبادئه. لعل البيئة التي نشأ فيها بيئة ربما الإيمان المسيحي، جده كان يعمل في الكنيسة، أمه كانت مؤمنة بشكل عظيم، فزرعت فيه هذه الأخلاق دون أن يشعر، فبقي متمثلا لها، لا على أنه ملحد، على أنه نشأ في بيئة الإيمانية. هذا هو التفسير الواضح يعني المنطق. أو يكون خائف من القانون، قد يكون سبب آخر. لكن الإلحاد الأصل فيه أن يخرج لك أمثال ستالين ولينين، هؤلاء المجرمين اللي قتلوا 60-70 مليون ولا تطرف لهم جفن. الإلحاد يخرج لك أمثال الفيلسوف نيتشه، أستاذ هتلر كان يفرح لما يسمع أن البشر أصيبوا بمجاعة وماتوا والزلازل ضربت هنا وخبطت هناك. هذا الإلحاد. لكن الإيمان ماذا يخرج لك يا إخواني؟ شو لك الأخلاق، خوف من الله، يوم الحساب، لأن تحاسب نفسك على أن لو سببت أخاك هذا فسوق، لو قاتل هذا كفر. طيب واحد مؤمن وأخلاقه على العكس، نقول هنا الإيمان لا يشتغل، هو ماسك عنوان اسمه الإيمان لكنه لا يشتغل. مثل الطبيب اللي متخرج من كلية الطب لكن للأسف يشتغل في بيع الأعضاء البشرية، هذا الطبيب هذا مجرم وإن كان يحمل عنوان الطب. فإذا الحضارة الإسلامية إخواني لما نهضت بقيم الإسلام، ولما تخلفت بسبب تركها وتخليها عن قيم ومبادئ الإسلام. لذلك الصحابة كانوا يتمسكون بالقرآن يا إخواني، يعني ظاهرا وباطنا. عكرمة لما أسلم كان يضع القرآن على عينيه ويبكي يقول كتاب ربي كتاب ربي. يعني عقولهم كانت تعجب أنه في بين أيدينا قرآن أنزله خالق السماوات والأرض، هذه بحد ذاتها قيمة لك أيها الإنسان. الإسلام أعاد قيمتك الحقيقية، أنت عبد الذي خلقك وسواك وأعطاك ومنحك وعلمك وأعطاك القدرة على بناء الأرض وكما قال الارتفاق، يعني ما بث الله عز وجل فيها من خيرات ومعادن وإلى آخر ما هنالك. تبني عمارة وتصلح وتبث هنا كما يقال الخير وتمهد طريقا وتطعم جائعا، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، من فهم دورك الحقيقي أيها الإنسان. ثالث نقطة أيها الإخوة، الوقت ما يسمح لكن لابد أن أختصر. الحضارة الإسلامية قامت على مبدأ التسامح الديني العجيب المعجب، وهذا من أعجب ما تسمعون، لأنه يا إخواني باختصار التسامح الديني الذي يحدثوننا عنه اليوم متصور بإنسان غير مؤمن، يعني الإنسان لا يهمه الأديان كلها، كما قالوا التسامح فضيلة رجل لا يقين له. إسلام ما في مانع، بوذية ما في مانع، عباد بقر أهلا وسهلا بالجميع، كلكم أمامي مرحبا بي، بسبب أنني أصلا أنا لا أؤمن بشيء، لأنه لا أدري قابل الجميع. طيب الغريب في التسامح الديني الإسلامي يا إخواني أن هذا التسامح قام على مبدأ إيماني. أنت مؤمن بالله الواحد أحد بيقين، وفتحت الدنيا وسللت السيف لنصرة المظلوم ولإحقاق الحق، صحيح، وحكمت عشرات الدول، صحيح، وبيدك القوة، صحيح، لكن هذه القوة منضبطة بالإيمان. يقول من آذى
فقد آذاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب أريد أن أتفلت لسبب غضبة في نفسي من هذه التعليم، لا تستطيع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا ما يفسر، يعني تخيل الإسلام حكم يا إخواني، له دولة، وتعرفون القاعدة هنا الناس على دين ملوكهم، ومع ذلك سمح بحرية اختيار الدين بشيء عجيب. يعني تعرفون عندنا في الفقه لو أنك أهدرت زجاجة خمر لكتاب تضمنها، لأن الخمر مهدرة القيمة عندنا كمسلمين، لكن لأن الإسلام سمح لهم بتعاطي ما يتعاطون من مشروبات ومأكولات هي عندهم ذات قيمة فأنت تضمنها. تخيل. طيب هذا يفسر لكم وجود النصارى وغير النصارى في بلدانهم إلى اللحظة هذه. طب ما هو التفسير؟ أنت دينيا مأمور باحترامهم، مأمور بتركهم وما يشاءون. عند الإمام الشافعي لو أن الرجل دعا زوجته للإسلام رفض إسلامه. لما؟ قال في نوع إكراه. ممكن رجل سلطة الرجولة في البيت لا نريدها أن تسلم بمحض إرادتها. ربنا قال لا إكراه في الدين. تخيل يا أخي، طبيعي لقال يقول الآن يا أخي في التاريخ لكن مرات احنا ظلمنا النصارى. يا أخي قبل أن نظلم النصارى كنا ظالمين أنفسنا، وهذا أعيدك لما ذكرت أكثر من مرة. الأمة تخلفت لما تركت مبادئ حضارتها الإسلامية وليس لما تمسكت. الإمام المقريزي مؤلف كتاب خطط القاهرة قال من مظاهر الحضارة وجود المساجد قرب الكنائس. سبحان الله، في عندنا في العاصمة بيروت في الوسط التجاري حائط الكنيسة على حائط المسجد. محمد زأمين كنيسة مرم خايف تقريبا في مخافة الزيتون. الحيط كما يقال. أهلا وسهلا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه وفد نصارى نجران إلى المسجد النبوي وحانت وقت صلاته استأذنوه فصلوا في المسجد ودخلوا صبانهم هكذا على صدورهم. لكم دينكم ولي دين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إشكاليته مع كفار مكة عدم إسلامهم. انتبهوا، يعني هو قال لهم في مكة لكم دينكم ولي دين. فأين الإشكالية يا رسول الله؟ أنهم منعوني من حقي في الحياة، منعوني من حقي في التعبير. يعني بالمقابل لو أن أهل مكة قالوا محمد أنت ودعوتك لكن لا تكرهنا على الإسلام لبقي في مكة وما تركه. هو الذي قال لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الله أكبر. يعني يا رسول الله أنت متسامح في عدم إيمان؟ أكيد، لأن رب العالمين ما أكره عباده. من أنا حتى أكرههم؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا يا إخوان لاحظتم أتكلم عن 3 نقاط فقط لعلي يعني أذكر الباقي في جزء ثاني في الأسبوع المقبل. هذه بعض المعالم. الآن تعال هنا في أوروبا، أنت هل يسمح لك بأن تطبق بعض أحكام شريعتك؟ مرفوض. في ظل الحكم الإسلامي إخواني كانوا يسمح لهم بكل ما يأمرهم به دينهم أبدا. يعني عندهم أكل خنزير فليأكل، حرام لنا حلال عليهم، هم يعتقدون ماذا نفعل؟ لذلك علماء ذكروا حتى لو كان في ظل ده واحد مجوسي فتزوج من يعتبر عندنا من محارمه قال نتركه. يعني عندهم يجوز زواج الخالة ولا العم، ماله هذا دينه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت عليك أن تدعوهم بالتي هي أحسن والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هذه 3 أمور يا إخواني أكتفي بها اليوم للدلالة على عظمة هذه الحضارة. السؤال: كل من درس هذه الحضارة ما هو مصدرها؟ مصدر الوعي فيها والعمل بمقتضاها، تقديس العمل بها وجعلها ثقافة. القرآن الكريم، الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لولا الرسول وشرع الله ما كنا شيئا، ما بزغت شمس لعرب، ما سمعنا بشيء يسر الخاطر والقلب عن السابقين لولا شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني الطريق واضح وطريق العودة أوضح، لكن أين السائرون إلى الله سبحانه وتعالى؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله.
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين حمادين مطواعين منيبين دائما تائبين إليك يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، ثم رضنا به برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله السلام